سلطة الأمر الواقع في دمشق بتعرف تماما أنه لتثبت حكمها في سوريا وتقدر تحكم سوريا وتنجح بهذا المسعى لتحقق مبتغاها أو طموحها، أنه تقيم خلافة إسلامية بسوريا سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر. أنه هي آه، تسيطر على المناطق الكردية وشمال شرق سوريا وتصل وتتحكم وتحصل على سلة الاقتصاد السوري اللي هي الغاز والبترول والزراعة، الإنتاج الزراعي. طبعا هذا الشيء اللي بيمنعه هو قوة قسد، قوات سوريا الديمقراطية اللي هي أقوى عسكريا وتدريبا واستراتيجيا من قوات جبهة النصرة والفصائل، وبتحاول تستعين بقوة تركيا لتجبر قسد مشان تنفذ مطالب سلطة أحمد الشرع تنضم لوزارة الدفاع، ما يسمى بوزارة الدفاع، على شكل أفراد وبيسلموا السلاح إلهم، وبالتالي بيحققوا المطلب التركي اللي انه تفكيك قسد وذوبانها وصهرها بشكل كامل. وهذا الشيء بيحقق طموح تركيا وبيعمل لها إمكانية أنه تحقق أطماعها بالسيطرة على سوريا، وبتعتبر سوريا ولاية عثمانية جديدة، وتتحول سوريا ل دولة امتداد للنفوذ التركي، دولة إسلامية طبعا مركزية، والاقتصاد التركي بيحول سوريا لتكون سوق استهلاكية. طبعا ليش هذا الشيء؟ تركيا مستعجلة وأحمد الشرع مستعجل. طبعا تركيا مستعجلة واستعانت بأوجلان بمشروع شو بيسموه حل حزب العمال الكردستاني، انه هي بتعتبر قسد قوات سوريا الديمقراطية جزء من هاي العملية اللي عم بتصير بين عبد الله أوجلان وبين أردوغان. طبعا وبالتالي يمكن انه تركيا تحصل على اصوات الناخبين الكرد بتركيا لا يقدر اردوغان يعمل تعديل بالدستور ويصير رئيس للابد في تركيا. ومشان هذا الشيء عم يحاول يربط ملف الشعب الكردي في سوريا في غرب كردستان مع وملف قوات سوريا الديمقراطية بمشروع أوجلان. وكنا نتأمل أنه قيادات قسد والأحزاب الكردية بسوريا أنه تعلن تقف ضد هذا المشروع بشكل استراتيجي، لأنه ملف كرد سوريا وحزب العمال الكردستاني مختلف عن ملف الشعب الكردي في سوريا. هون بدنا نحكي عن عملية دمج قسد أو إجبار قسد أنه تنصهر ضمن سلطة وزارة الدفاع وتنتهي مسيرة قسد ونضالها ضد الإرهاب وضد داعش وحمايتها للشعب الكردي ولكل المكونات الأخرى من مسيحيين وعرب بمنطقة شمال شرق سوريا. وبالتالي يصير بإمكان تركيا والحكومة الإسلامية أو السلفية بدمشق تقضي على طموحات الشعب الكردي في انه تحصل على حكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي او انه اقليم فيدرالي لمنطقة شمال شرق سوريا حسب التوافقات المستقبلية والاستراتيجية الامريكية اللي عم ترتبها للمنطقة كلها بالتوافق والتخطيط مع اسرائيل والحلفاء بالمنطقة. طبعا الجنرال مظلوم عبده قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن أنه هن جاهزين لعملية الدمج. طبعا هذا من حيث المبدأ ومن الناحية النظرية، لكن عملية الدمج ما راح تصير مثل ما تركيا بدها ومثل ما بده سلطة دمشق، لأنه قوات سوريا الديمقراطية صار لها 10 سنين بتكافح الإرهاب ودافعت عن المكونات كافة بالمنطقة، وكانت هي أساس استراتيجية أمريكا بسوريا. وهذا الشيء ساهم أنه أمريكا تنجح بسوريا على الأقل
انه تقضي على داعش، وزائد انه تمنع اي مخططات ايرانيه من الهلال الشيعي انه يعملوا شمال شرق سوريا جسر جغرافي لايران، انه تجي ايمت ما بدها وبتجتاز الحدود وبتعمل اللي بدها اياها بسوريا. وطبعا كان الوجود الكردي ووجود القسد كان بيمنع هذا الشيء. طبعا حاولت ايران، حاول الروس، نظام الاسد حاول انه يسيطروا على المنطقه وما قدروا، وطبعا بفضل دعم التحالف الدولي بقياده امريكا. والامريكان صاروا بيعرفوا تماما مين هن الشعب الكردي بسوريا، مين هن قوات سوريا الديمقراطية، وممنونين لهذا الدور التاريخي. مشان هيك في حكي منذ سنوات ضمن واشنطن وضمن يعني أروقة مؤسسات أمريكا ومراكز الأبحاث إنه لازم الولايات المتحدة الأمريكية ما تتخلى عن الشعب الكردي وما تتخلى عن قوات سوريا الديمقراطية، وإنه أبسط مكافأة لهم إنه ياخذوا حكم ذاتي ضمن سوريا الديمقراطية. طبعا المشكلة إنه بعد 7 أكتوبر مثل ما لاحظنا إنه تركيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إنه شافوا إنه هدول السلفيين يمكن استعمالهم ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد، وجابوا أحمد الشرع والنصرة وكيف وصلوا للشام وبتعرف القصة. بس إنه أمريكا بتعرف تماما إنه لا يعول على الإسلاميين إنه يصيروا جديرين بالحوكمة والتشاركية وإقامة الدولة الوطنية، لأنه يعني بعقيدة هؤلاء ما بيقبلوا شيء اسمه ديمقراطية وما بيقبلوا شيء اسمه تشاركية. هدول بيعتبروا حالهم ولات من حسب عقيدتهم الدينية وأيديولوجيتهم الجهادية، إنه نحن حررنا سوريا من نظام الأسد، نحن نرسم مسارات سوريا القادمة. بس بيغيب عن بالهم كمان إنه أمريكا بدها تنفذ مصالحها ومصالح حلفاء اللي هي إسرائيل والدول العربية بالمنطقة، وإنه أمريكا تستخدم الشرع وقيادات جبهة النصرة ضمن مجال تكتيكي وليس استراتيجي، إنه بدهم يجربوهم، يعطوهم فرصة سنة سنتين، إذا قدروا يضبطوا الأمن بسوريا ويخلصوا من الجهاديين ويعملوا تطبيع وسلام مع إسرائيل وسوريا تتنازل عن الجولان وجبل الشيخ وتقبل ممكن دويلات أو ولايات فيدرالية أو حكم ذاتي للدروز وللعلويين وللكرد، ويمكن بيواضي النصارى بحمص للمسيحيين، ويمكن يصير نظام كونفدرالي حسب مصالح أمريكا ومشروع الشرق الأوسط الجديد. طبعا موضوع قسد إنه ما بهالسهولة إنه تركيا وأحمد الشرع يحققوا مشروعا إنه ينهوا قسد أو إعادة هيكلة قسد مثل ما بيسموها، إنه يشيلوا اسم قسد، كلمة الديمقراطية يخلصوا منها، كونه بيعتبروها خطر على عقيدتهم ووجودهم، وبيعتبروا الديمقراطية كفر أو بدعة غربية. ومشان هيك ما رح يكون من مصلحة الأمن القومي الأمريكي ومصالح أمريكا الجيوسياسية وترابطها بمصالح إسرائيل الأمنية والجيوسياسية ومشروع الشرق الأوسط الجديد اللي بلشوا فيه من غزة. واليوم كان اتفاق غزة وإنهاء إعلان إنهاء الحرب وإنهاء حماس أيضا. هذا الشيء رح يشجع يصير خطوة تطبيق توسيع اتفاقية أبراهام للسلام والتطبيع سهل أكثر، وهذا الشيء رح يمر بسوريا. طبعا إسرائيل لحد هاي اللحظة ما بتوافق أنه تعمل أي اتفاقية للتطبيع مع حكومة أحمد الشرع، لأنهم بيعرفوا أنه هاي ما بيثقوا فيهم بالدرجة الأولى، وأيضا هيمنة تركيا عليهم ومحاولات تركيا أنه تسيطر على سوريا عسكريا واقتصاديا وجيوسياسيا. هذا الشيء
بيزعج تركيا، وتركيا هذا خط أحمر، لا عفوا بيزعج إسرائيل، وهذا خط أحمر بالنسبة للأمن القومي الإسرائيلي. طبعا دونالد ترامب راح يوقف مع جانب إسرائيل حتى ولو تركيا عضو الناتو. ومن هون النقطة، يعني هاي النقطة مهمة كتير، انه تعطي قوة لقسد وللشعب الكردي في سوريا أن يحققوا آمالهم وطموحاتهم القومية والسياسية ضمن سوريا الديمقراطية، ومنها النظام الفيدرالي التعددي الاتحادي. السؤال اللي ممكن نسأله لحكومة أحمد الشرع إنه هل تقبلون كإسلاميين 12 ألف كردية مقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية إنه يصيروا ضمن الجيش السوري الوطني؟ طبعا ما راح تقبلوا، لأنه عقيدتكم الجهادية والدينية تعتبر المرأة عورة، بتنظر ما بتقبل النساء يكونوا مقاتلات. هاي السؤال، هذا واحد. الشغلة الثانية بتقبلوا اللامركزية السياسية أو أي نوع من أنواع اللامركزية السياسية، سواء حكم ذاتي ولا كونفدرالية ولا نظام فيدرالي أو نظام فيدرالي موسع، إنه لا الكرد والمكونات الأخرى من العرب والمسيحيين؟ طبعا أنتم بترفضوا، وأنتم اضطريتوا تعرضوا على قسد وعلى الكرد موضوع الإدارة المحلية. وهذا الشيء أثبته مجموعة من الصحفيين الأمريكيين الشهر الماضي، لما قام اللوبي السوري بواشنطن اللي يشتغلوا بدعم قطري تركي لأحمد الشرع، أنه دعوا صحفيين أمريكيين لزيارة أحمد الشرع في دمشق. ولما التقى فيهم أحمد الشرع سأل أحد الصحفيين الأمريكيين أحمد الشرع عن موضوع قسد والكرد. الشرع كان واضح، قال أنه منطقة شمال شرق سوريا هي منطقة أمن قومي تركي استراتيجي، وتركيا ما راح تسمح بأي نوع من أنواع الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو اللامركزية، لأنه هذا بيعمل مشاكل لتركيا، كون تركيا فيها أكثر من 25 مليون كردي. وهون أضاف أحمد الشرع للصحفيين أيضا، قال إنه قسد ما زالت تفكر بعقلية الميليشيا، وإنه لازم يسرعوا للاندماج بما يسمى الدولة وتسلم سلاحها وتنضم كأفراد. طبعا هذا المشروع التركي مشروع الصهر وتفكيك قسد، ولما قسد تتفكك بيفقد الشعب الكردي قوته العسكرية، وبالتالي يكون من السهل لأحمد الشرع وسلطة الأمر الواقع انه يسيطروا على المناطق الكردية، على سلة الاقتصاد السوري، على الغاز والنفط. ولما بتمتلك هاي السلطة القوة العسكرية زائد القوة الاقتصادية، بتصير سهل لها تنقلب حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، وبتصير سهل لها تعمل سلطة مركزية ذات روح إسلامية راديكالية. وهلأ عم تستعين بروسيا روسيا تحميها من أي ترتيبات أو تغييرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة. وطبعا هاي كانت نصيحة تركية أو طلب تركي من أحمد الشرع بالانفتاح على موسكو. ووجدنا كيف لافروف صرح تصريحه الغبي، فينا نقول الساذج، لما كرر دائما انه الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشروع إقامة دولة كردية بشمال شرق سوريا. بموضوع قسد، هذا الشيء بيعطي قسد قوة، انه عودة روسيا بالوصول لتوافقات الى سوريا رح يزعج الولايات المتحدة الامريكية، وهذا الكونغرس والاستخبارات ووزارة الدفاع رح يضغطوا على إدارة ترامب انه احمد الشرع صار بالملعب الروسي، وانه روسيا راح تحميه، وهذا الشيء راح يخلي مستقبلا يخليه ينقلب على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وهاي أحد الأسباب اللي إلى جانب عقيدتهم الجهادية وعدم الثقة فيهم، أنه إسرائيل ما قبلت عملية تطبيع أو سلام مع النظام السوري الجديد. وحتى وإسرائيل كانت تكتفي أنه تعمل اتفاقية أمنية، وأنه ما تنسحب من منطقة الجنوب ولا من السويدة. ووجدنا كيف إسرائيل رفعت العلم الإسرائيلي بمساحة بمنتصف مدينة القنيطرة،
أثناء زيارة أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة. أيضا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عندهم مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي بدأ من غزة بعد 7 أكتوبر، وماشيين بهذا المشروع إعادة هيكلية وخرائط الشرق الأوسط. يعني بدهم وهو أنه مشروع إسكات الساحات أو إيقاف الساحات، سواء من قبل إيران اللي بتعمل مشاكل بالمنطقة أو من تركيا اللي تتدخل بالمنطقة وتدعم الإسلام السياسي والحركات الدينية الجهادية مثل حماس وحزب الله وكتائب الأقصى وداعش والإخوان المسلمين، وهلأ جبهة النصرة في سوريا. وهذا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هاي استراتيجيتها العميقة اللي ما بتعلن عنها. طبعا انه هن هلا حاليا عم يستعينوا باحمد الشرع او جبهة النصرة بسوريا لترتيبات مستقبلية تتعلق بهذا الشيء، مشروع الشرق الاوسط الجديد، وانه يعملوا السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، وانه تتوسع اتفاقية ابراهام لتشمل كافة الدول العربية، وبالتالي بيصير حلفاء امريكا من العرب هن حلفاء اسرائيل، وهذا بيساعد امريكا والدول العربية وإسرائيل إنه يتحكموا بالمنطقة أمام أطماع تركيا وإيران والحركات الإسلامية اللي بتفكر تعمل تخريب أو تعادي المشروع الأمريكي الإسرائيلي أو وتهدد مصالح حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العربية. طبعا ممكن يجي حدا يقول إنه شو دخل الكرد وقصد بهذا الشيء؟ لا، قصد لما داعش اجت على كوباني وهجمت تركيا اللي هي عضو الناتو فتحت حدودها قدام داعش لتهجم على الشعب الكردي، وانه ممكن تتخلص بهاي الطريقة من الشعب الكردي او تضعفه. وما كانت تتوقع انه الولايات المتحدة الامريكية بعهد اوباما انه ممكن تساهم بتأسيس قوات سوريا الديمقراطية، لما الجيش الحر او قوى المعارضة السورية اللي هن كانوا الائتلاف رفضوا بالضغوطات التركية انه يحاربوا داعش. وهذا السبب اللي خلى الولايات المتحدة الامريكية تستعين بحزب الاتحاد الديمقراطي اللي ذات ايديولوجية حزب العمال الكردستاني. وامريكا طبعا السي اي كانوا بيعرفوا انه داخل قصد بعد ما شكلوا قصد انه في متأثرين بأيديولوجية حزب العمال الكردستاني وبيعتبروا أوجلان زعيم. وطبعا أمريكا بيهمها مصلحتها، ما بيهمها عقيدة شو عقيدة مظلوم عبدي أو عقيدة الشعب الكردي أو غيرهم. يعني بالنهاية أمريكا بيهمها مصالحها وما راح وبتمشي فيها، يعني حتى إذا كانت ضد مصلحة تركيا. طبعا قصد لازم تضل متمسكة بأنه تضل ألوية وفيالق ضمن مناطقها. الشغلة الثانية لازم القسد والكرد يضلوا متمسكين بمشروع الفيدرالية وحل القضية الكردية ضمن المواثيق والأعراف الدولية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والأمم المتحدة. أيضا لازم يطالبوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا اللي بيتضمن قرار 2254 لا يقدروا يعملوا دستور وحكومة انتقالية تمثل كافة المكونات السورية والتمسك بديمقراطية سوريا، ما في غير هذا الحل يعني. بعدين في شغلة تانية انه مصادر اسرائيلية واماراتية بتقول انه توقعاتنا سلطة احمد الشرع ما راح تضل الا لمنتصف 2026 انه راح تسقط. بعدين بمجرد حوار احمد الشرع مع الكرد ومع قصد بموضوع الاندماج، هذا رح يخلي فصائل الجيش الوطني التابعة لتركيا تتمرد على أحمد الشرع. أيضا الجهاديين الأجانب والسلفيين ما بيقبلوا لأنه عندهم حقد وعداء تجاه الشعب الكردي كون الكرد وقصد قضوا على أصدقائهم من الدواعش، حتى أن الكثير من الدواعش لما سقطت الباغوز آخر معاقل داعش والخلافة لجأوا لتركيا ولجأوا إلى إدلب، وهن حاليا هلا قيادات بما يسمى بوزارة الدفاع. هاي النقطة الثانية انه الدول العربية واسرائيل ما لهم مصلحة انه سوريا تصير دولة مركزية ذات طبيعة او عقيدة اسلامية. الدول العربية حكومات مسلمة وليست اسلام سياسي، هاي وحدة. الشغلة الثانية انه
الولايات المتحدة الأمريكية أنه حاليا الكونغرس الأمريكي بيراقب سلطة دمشق، وإذا هاي السلطة ما قامت بما مطلوب منه غربيا وأمريكيا وعربيا أنه فورا العقوبات اللي عم يحاولوا يشيلوها رح تنفرض مرة تانية يعني. وفي بديل انه السوريين نفسهم مع قوات سوريا الديمقراطية مع الكرد والقوى السياسية التقليدية بسوريا والمكونات انه يشكلوا حكومة انتقالية تحت اشراف مجلس الامن او الامم المتحدة يعني في خارطة طريق بديلة يعني. مشان هيك انه اسراع تركيا واحمد الشرع انه قصد تسلم سلاحها وتنحل وتتفكك ويسلموا المناطق الكرديه والرقه ودير الزور بسرعه، هاي كلياته انه عندهم قلق وخوف انه ترامب واداره ترامب يغيروا رايهم بموضوع منح فرصه لهذه السلطه. حتى هذه اللحظه هاي السلطه فاشله، وتعرف تماما انه ما فيها تفوت بمجابهة عسكرية مع قسد من دون تركيا، ولما تدخل تركيا ما فيها تعمل اي هجوم على قسد وعلى المناطق الكردية، لانه ترامب عقيدة ترامب الجديدة انه لا شرق اوسط بدون حروب، ورح يكون من مصلحة امريكا بقاء منطقة شمال شرق سوريا بيد قسد وتحقيق طموحات الشعب الكردي، لانها مصلحة امريكية غربية لتمنع إيران تتوغل من جديد بسوريا، وكذلك يمنع تمدد داعش اللي وصلت لريف دمشق ولدمشق. وأمريكا لتضمن نجاح مشروع الشرق الأوسط الجديد وإعادة هيكلة من هم حلفاء أمريكا، ضمان أمن إسرائيل، تحتاج للكرد وتحتاج لقسد وتحتاج أن سوريا تكون دولة ديمقراطية تعددية، وهذا غالبا ما راح يصير. تركيا اللي عارضت إقليم كردستان العراق وبعدين صارت تقبل وصارت أكبر مستثمر اقتصادي في إقليم كردستان. مستقبلا أردوغان نفسه لو ضل عايش، طبعا أردوغان ضل نظامه بالحكم، أردوغان نفسه ممكن يقبل بإقليم فيدرالي بشمال شرق سوريا أو سوريا تصير دولة فيدرالية، لأنه بالنهاية ترامب لما أردوغان زار البيت الأبيض ترامب ما أعطاه أي ضوء أخضر يغزو المناطق الكردية ويحارب قسد، وبالعكس أرغموا ترامب على التنازل عن حماس. كيف شفنا كيف المخابرات التركية كانت ساهمت مع قطر ومصر في قبول حماس باتفاقية غزة، وبالتالي انه ما زالت قوات سوريا الديمقراطية والشعب الكردي في موقف استراتيجي قوي، لانه مصالح الغرب ومصالح المنطقة الإقليمية مرتبطة ببقاء قسد وبنظام ديمقراطي في سوريا. ستشهد الأيام القادمة هذا الكلام، فمصلحة أمريكا مرتبطة بمصالح قسد والشعب الكردي وديمقراطية سوريا، وبالتالي شرق أوسط خالي من الحروب، شرق أوسط يكون ذات كيانات اقتصادية ودول مفيدة حليفة للغرب، وسوريا على رأس القائمة لتطبيق اتفاقية أبراهام وانضمام كافة الدول العربية الأخرى إليها. وبالتالي كنتيجة أنه تصير إسرائيل مع شعوب المنطقة حلفاء ضد المشروع الإيراني أو حركات الإسلام السياسي والإرهاب، وتركيا إذا ما قبلت بهذا التغيير، الدور القادم الربيع التغيير راح يفكك تركيا.